في حد عايز يجاوب السؤال؟ في حد فاكر السؤال اللي سألته؟ حق لا اله الا الله في القران. لا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نجمعها في كلمتين. عبد ها؟ وإيه عايز كلمة تانية؟ يعني نجمع سيرة النبي كلها في كلمتين. كلمتين احنا بنقولهم في كل صلاة. لا، سيدنا محمد قال ايه؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد ورسول. تمشي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية ويمثل الرسالة. يحقق العبودية في كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أذكر لكم موقفين اثنين في هذا الدرس. الموقف الأول في غزوة أحد. في غزوة أحد إيه اللي حصل في غزوة أحد؟ لا، هي غزوة أحد إيه اللي حصل فيها؟ كم واحد قتل من المسلمين في غزوة أحد؟ 70 من كبار الصحابة، منهم سيد الشهداء حمزة، وسفير الإسلام مصعب بن عمير قتل في هذه الغزوة، استشهد في هذا الغزوة طبعا. لا، ده 70 من كبار الصحابة استشهدوا في هذه الغزوة. هزم فيها أو أصيب فيها المسلمون إصابات بالغة. أولما أصابتكم مصيبة سماها الله عز وجل إيه؟ سمى غزوة أحد اللي حصل في غزوة أحد دي مصيبة أصابت المسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. عايزك تفكر كده، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حصل له إيه؟ وقف في حكم وقعدوا يضربوا في العنكوزة بتاعته، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه والدماء تسيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في هذه الغزوة، حتى أن الصحابة قالوا قتل ألقوا سيوفهم وجلسوا حتى ما مر عليه النضر بن الحارث وقال لهم على ما تجلسون هكذا؟ قال لقد قتل رسول الله. فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ما فيش واحد من الصحابة إلا وفيه إصابة. كل المسلمين اللي كانوا بيحاربوا ما فيش واحد ما فيش إصابة، اللي مصاب في رجله واللي مقطوع صابعه واللي عينه كذا، كل واحد فيه إصابة. وبالرغم من ده كله لسه المسلمين 70 واحد مرمين على الأرض. في اللي بطنه سيدنا حمزة كان شق بطنه وطار كبده، حكاية صعبة جدا، وكله اللي مقطع رجليه واللي مقطع ايديه واللي مقطع حتت من الأسلام موجودة على أرض المعركة، والصحابة كلهم طبعا دماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ الصف خلفي فإني أريد أن أثني على ربي. يا الله، ايه عبد الله ورسوله، عبد. قال أنا عبد، وما حدث لنا ده سيدي، وما يفعله سيدي أنا راض به. خلاص، اصطفوا خلفي فإني أريد أن أثني على ربي. وقف النبي عليه الصلاة والسلام كده، تحول للقبلة وكلهم اصطفوا حول ورا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يدعو اللهم لك الحمد كله. ده دعاء النبي في يوم ايه؟ يوم احد، في يوم المعركه لسه الناس قتل. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفرة وأنزل عليهم رجزك وعذابك. ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. شفت التوحيد بيعمل عبد. ده الموقف الأول. الموقف الثاني ده موقف الشدة. في الشدة عبد، وفي الرخاء عبد، في الضيق عبد، وفي الفرج عبد، عند العطاء عبد، وعند المنع أو الأخذ عبد. في فتح مكة طبعا تعلمون ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكيف كان يؤذى من قومه وطردوه من مكة وآذوا أصحابه إيذاء كثيرا، وقتلوا منهم الكثير في مكة وأخذوا أموالهم وعملوا كل الفحش. ومرت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم عاد لمكة إيه؟ فاتحا. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة راكب ناقته الصواب وعامل جاء في عرفين خلاص رجعت وعامل كده كده وصلت ذقنه على رقبة النار متواضع لله سبحانه وتعالى. يقول ايه؟ النصر ده مش من عندي، انا ماليش اي فضل في النصر. النصر من عند الله الواحد احد لا اله الا الله. لان اصلا يقول ايه؟ النصر من عند الله، وداخل هو بيقرا صوت ايه؟ الفاتحه. يعني هو داخل كده ما بيقولش مش احنا اللي فتحنا، مش احنا اللي انتصرنا، احنا عبيد، انا عبد ورسول. داخل ايه؟ وهو مركب انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. واخذ النبي يقرا في سوره الفتح وداخل ايه؟ داخل مكه المكرمه منتصرا. كل اهل مكه بدأوا ماذا لما قالوا اتعلمون ماذا انا فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم. بدأوا يترجوه اخ كريم اخ كريم. قال اذهبوا فانتم طلقاء لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم انه هو الغفور الرحيم. وعفى عن اليوم وعفى نعم عفى عن الامر بقتلهم كان عجبها بالظبط. فدي عبوديه. يعني انا اصلا في سورته كلها واحد يقف قدامه كده بيرتعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليك يا هذا انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القليد في مكه. انت بتعمل لي كده؟ انا عبد. هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد النبي صلى الله عليه وسلم في مئات الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله. ده 13 سنة مكة كانت إيه بقى ولا بس؟ ده كانت لسه فرضت صلاة ولا كانت صيام ولا كانت زكاة ولا كانت حج ولا كان ولا صيام ولا حج ولا كانت الأحكام كلها موجودة. هو كان بيدعو حاجة واحدة بس. في 13 سنة يقولوا إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 13 سنة يعلمهم معنى